فضيحة مدوية. الكاف يجلد الأهلي بعقوبات قاسية، والقمة الإفريقية صامتة رسمياً. زلزال يهز القارة، رحيل الركراكي رسمياً. صدمة كبرى، انسحاب إيران من المونديال، والمغرب يحتضن إسبانيا والأرجنتين في حدث تاريخي. يا أغلى متابعين، يا عشاق الإثارة والكرة الحقيقية، نبدأ حلقتنا اليوم بأطهر كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نكشف المستور ونفجر القنابل اللي معانا، انزل دابا يا بطل واضغط على زر اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس. نبغي هذا الفيديو يوصل لكل مغربي وعربي غيور. اليوم الساحة الرياضية مشتعلة، أخبار كتحبس الأنفاس، من الرباط للقاهرة ومن مدريد حتى لقطر. معانا كواليس رحيل مول النية والمدرب الجديد، وقرار الكاف اللي نزل كالصاعقة على النادي الأهلي، وقصة الماتش العالمي اللي غيهز ملعب طنجة. ركزوا معايا مليح، التفاصيل الجاية نهاية الأسطورة. رأس لافوكا يودع المغرب في مشهد سينمائي. نبدأ معكم بالحدث الذي حبس الأنفاس وجعل الشارع الرياضي المغربي والعربي في حالة من الذهول والترقب المطلق. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد إشاعة عابرة، بل عن حقيقة صاعقة ستتصدر المانشيتات العالمية في الساعات القليلة القادمة. وليد الركراكي، مهندس ملحمة قطر، يغادر رسمياً منصب الناخب الوطني للمنتخب المغربي. رغم محاولات النفي المتكررة والجدار الدفاعي الذي حاولت الجامعة الملكية المغربية بناءه حول الخبر، إلا أن الكواليس تؤكد أن رأس لافوكا قد حزم حقائبه بالفعل. المعلومات المسربة تشير إلى أن الركراكي بدأ فعلياً في إجراءات فك الارتباط وتسليم عهدته الرسمية، من مفاتيح الفيلا الفاخرة إلى السيارة الخاصة التي رافقته في رحلة المجد، استعداداً لشد الرحال نحو دوري روشن السعودي، وتحديداً لقيادة عملاق جدة نادي الاتحاد السعودي في صفقة وصفت بأنها صفقة القرن للمدربين. من سيحمل المشعل بعد وليد؟ وفي تطور دراماتيكي وسريع، لم تنتظر الإدارة كثيراً لسد الفراغ، حيث استقر القرار النهائي على تعيين الإطار الوطني القدير محمد وهبي ليكون الربان الجديد لسفينة الأسود. ولن يكون وحيداً في هذه المهمة الانتحارية، بل سيكون مدعوماً بحرس قديم من الأسماء الوازنة التي تعشقها الجماهير: رشيد بن محمود ويوسف حجي. احبسوا أنفاسكم، الإعلان الرسمي يفصلنا عنه أقل من 24 ساعة. الأسود يستعدون لزئير جديد بوجوه جديدة، ورحيل الركراكي أصبح واقعاً لا مفر منه. الفصل الثاني: صاعقة الكاف تضرب القاهرة، الأهلي بلا درعه الحصين. بينما كان الجميع يترقب أخبار الصفقات، نزل قرار لجنة التأديب في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف كالصاعقة التي ضربت جدران القلعة الحمراء في الجزيرة. قرار ناري حاسم ولا يعرف المجاملة، يستهدف النادي الأهلي المصري في مقتل. بسبب الأحداث الدراماتيكية والمشحونة التي شهدتها مواجهة الجيش الملكي المغربي، قرر الكاف فرض عقوبات حديدية تضمنت عقوبة الصمت الجماهيري، حرمان النادي الأهلي من جماهيره العريضة لمباراتين كاملتين، مباراة نافذة فوراً وأخرى مع وقف التنفيذ، عقوبة مالية زلزالية، غرامة مالية ضخمة أرهقت خزينة النادي بقيمة 60,000 دولار أمريكي، قمة الأشباح في استاد القاهرة. هذا القرار الصادم يعني شيئاً واحداً: قمة الأهلي والترجي التونسي المرتقبة في ربع النهائي والتي ينتظرها الملايين ستقام في استاد القاهرة وهو صامت تماماً. لن يكون هناك اللاعب رقم واحد، ولن تزلزل أهازيج الألتراس أركان الملعب. هي صفعة قوية لبطل إفريقيا، وجرس إنذار شديد اللهجة من الكاف يؤكد أن التقارير الأمنية والتنظيمية السوداء. لا فيناليسيما في المغرب، طنجة والرباط تعوضان قطر. وبسبب الأوضاع المتوترة والحروب في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتحديداً الصراع الإيراني الذي أدى لانسحاب إيران رسمياً من مونديال 2026، قررت الفيفا نقل مباراة لا فيناليسيما الكبرى بين إسبانيا والأرجنتين إلى المملكة المغربية. المباراة المقررة يوم 27 من مارس ستجرى إما في ملعب ابن بطوطة بطنجة أو الأمير مولاي عبد الله بالرباط. المغرب يثبت للعالم مرة أخرى أنه منقذ التظاهرات الكبرى بفضل ملاعبه التي تضاهي الملاعب العالمية. سقوط الرؤوس الكبيرة في الكاف واعتراف بالحق المغربي.
وفي تطور مفاجئ تمت إقالة الجيبوتي ياسين عثمان رئيس الهيئات القضائية في الكاف. هذه الإقالة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي اعتراف صريح بالظلم الذي تعرض له لاعب المغرب في الكان الماضي. الكاف يحاول الآن تبييض وجهه أمام الجامعة الملكية المغربية لضمان نجاح كان 2027، وهذا الطرد هو أولى ثمار الضغط الدبلوماسي الرياضي المغربي القوي. إبراهيم دياز والزلزولي فخر العرب في أوروبا. وعلى صعيد النجوم نكشف لكم حقيقة تدين إبراهيم دياز. النجم المغربي شوهد وهو يؤدي صلاة التراويح في أحد مساجد مدريد، مؤكدا انتماءه لدينه الإسلامي لينهي جدلا طويلا. وفي نفس الوقت تتصارع أندية الدوري الإنجليزي، وعلى رأسها نيوكاسل لخطف النجم عبد الصمد الزلزولي الذي أصبح حديث الصحافة العالمية بتألقه الكبير. الختام الناري. هل نحن أمام نهاية التاريخ أم بداية فجر جديد؟ يا 100 أهلا ويا 100 سهلا بكل عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. الكلام الذي سمعتموه اليوم ليس مجرد أخبار عابرة. نحن نتحدث عن تسونام رياضي حقيقي يجرف كل التوقعات ويقلب الطاولة على الجميع. زلزال الأسود ورحيل القائد. من رحيل رأس لافوكا وليد الركراكي الذي كتب التاريخ بمداد من ذهب، واختار الآن خوض تحد جديد في بلاد الحرمين مع عملاق جدة. هل تعتقدون أن هذا القرار هو خيانة للعهد في منتصف الطريق؟ أم أنها سنة الحياة وخطوة ذكية في توقيت مدروس لبناء مستقبل جديد للكرة المغربية؟ هل رحيله في هذا التوقيت الحرج هو غلطة العمر التي سنندم عليها، أم أنها الفرصة الذهبية لمحمد وهبي ليفجر مفاجأة من العيار الثقيل؟ صمت القاهرة. هل يسقط الأهلي؟ وعلى الجانب الآخر القارة السمراء تحبس أنفاسها. الأهلي المصري ملك إفريقيا يجد نفسه وحيدا في استاد القاهرة أمام غول تونس الترجي الرياضي. تخيلوا معي قمة إفريقية بمدارج صامتة، بلا أهازيج، بلا طبول، وبلا ذلك الضغط المرعب الذي يمارسه جمهور الثالثة شمال. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل الأهلي بمن حضر فعلا؟ وهل تستطيع كتيبة الشياطين الحمر عبور فخ الترجي بدون اللاعب رقم 1؟ أم أن غياب الجمهور سيكون الضربة القاضية التي تنهي أحلام الأهلوية في الدفاع عن لقبهم؟ لا فيناليسيما، صراع الأساطير في أرض الكرم. ومسك الختام، الحدث الذي لا يصدقه عقل. المغرب يستعد لاستقبال الأسطورة الحية ليونيل ميسي والجوهرة الصاعدة التي أبهرت العالم لامين يامال في موقعة لا فيناليسيما. صدام الأجيال، لقاء الماضي العظيم بالمستقبل المشرق، وكل هذا أين؟ على أرض المملكة المغربية الشريفة. شاركونا الزلزال في التعليقات. أنا الآن أريد منكم أن تزلزلوا خانة التعليقات بآرائكم النارية. هل ينجو الأهلي من فخ الترجي في استاد الصمت؟ هل رحيل الركراكي للاتحاد السعودي قرار صحيح أم غلطة فادحة؟ لا تبخلوا علينا بآرائكم، فنحن هنا لنسمع صوتكم أنتم. وقبل أن تغادروا عطروا أفواهكم بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة لتكونوا أول من يعلم بكل قنبلة رياضية قادمة. كان معكم أخوكم ومحبكم، سحوركم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإلى لقاء قريب في فيديو إخباري أكثر إثارة. السلام عليكم ورحمة الله.